السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنسلق فرخة بيضة. هنا معايا فرخة كيلو 300 جرام، وبدأت جبت معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، ومعلقة صغيرة من الكمون الناعم، ومعلقة صغيرة من الخل، وممكن عصير نص ليمونة. هنا هبدأ اتبل الفرخة من الداخل والخارج ومن كل الاتجاهات. بعد كده بظبط الرجلين على اساس ان هي ما تفتحش في التسوية وان هي تتهرى بالشكل ده. طبعا الفرخة مغسولة ومتصفية ومنقوعة، وان شاء الله هنزل لكم الطريقة بتاعة النقع بتاعتها. هنا ظبطتها بالشكل ده. هبدأ في حلة على النار فيها معلقة صغيرة من السمنة، هبدأ ان انا اضيف الفرخة، وهنا هبدأ ان انا اشوحها من كل الاتجاهات عشان ننشف السوائل اللي جواها بالشكل ده. بعد كده بضيف لها مية مغلية لغاية ما تغطي السطح، وبعد كده بشيل الشوائب، وبعد كده بضيف التوابل الحصى وجزر وبصل وحبة من الطماطم، وهنا ببدأ اضيف الملح وبسيبها لغاية ما تستوي. بعد كده بتغلي اغطي عليها واسيبها لغاية ما تستوي على نار هادية. لما بتستوي بالشكل اللي هيجي معانا هبدأ ان انا احمرها في زيت وسمنة، وبعد كده بديلها رشة من الفلفل الاسود.